السلام عليكم، أنا ريم من دريمز كيتشن، وفيديو اليوم حيكون تشيكن ماك اند تشيز أو مكرونة بالجبنة والدجاج. أنا ماني عارفة ليه أنا ما سويت دا الفيديو من زمان، لأنه دا الشي اللي قدامكم مرة لذيذ وأنا متأكدة إنه مرة حيعجبكم، فلازم تجربوه. ودحين خلونا نروح المقادير. حنحتاج مكرونة وتقدروا تستخدموا أي نوع تحبوه، دجاج مسلوق ومفصفص مقطع قطع صغيرة، بصل مفروم ناعم، مرقة دجاج وحليب بودرة، نوعين جبنة تشيدر وموتزاريلا مبشورين، بقسماط، زبدة غير مملحة، دقيق وخردل، توم مهروس، زيت زيتون، وآخر شي ملح وفلفل أسود. ودحين نروح لطريقة التحضير. أول شي حنسلق المكرونة، فحنحط موية في قدر كبير إلين ما الموية تغلي، بعدها نضيف الملح ونضيف المكرونة ونسيبها إلين ما تستوي. بعد كده حنجيب طاوة متوسطة الحجم وعلى نار متوسطة حنحط زيت الزيتون ونضيف له البصل. حنقلب البصل على النار تقريبا 4 دقايق أو إلين ما يدبل ويصير طري. بعدها نضيف الثوم، نقلب الثوم دقيقة إلين ما تطلع ريحته، وبعدها نضيف الدجاج اللي اوريدي مسلوق وكل شيء وحنقلبه مع بعض. حنضيف ملح وفلفل أسود وأي بهارات مشكلة عندكم. أنا ما حطيت في البداية بهارات لأنه قررت أحط البهارات وأنا قاعدة بأطبخ في النص. حنسخن مرقة الدجاج لما تغلي، لما تغلي حنضيف لها حليب البودرة ونقلبهم مع بعض. بعد كده حنبدأ الشغل على البشاميل، فحنجيب قدر ونحط فيه الزبدة. أول ما الزبدة يصير لونها كده على ذهبي حنضيف الدقيق ونقلب الدقيق مع الزبدة تقريبا دقيقة دقيقتين إلين ما يبدأ ينطبخ. بعدها شوية شوية حنضيف خليط مرقة الدجاج والحليب البودرة، نضيف شوية ونقلب، نضيف ونقلب إلين ما تنتهي الكمية، بس تأكدوا إنكم تقلبوا مظبوط عشان لا يتكلكع. بعد كده حنضيف الخردل وحنقلبه مع البشاميل، وآخر شي حنضيف نوعين الجبنة وحنقلبهم ألين ما ينخلطوا مظبوط. حنضيف خلطة الدجاج على البشاميل وكمية المكرونة حقنا بعد ما صفيناها طبعا، ونقلبهم مع بعض مظبوط. حنوزع كمية المكرونة اللي عندنا في صينية فرن، وآخر طبقة حنرش بقسماط. خليكم شوية كريمين في البقسماط لأنه حيدي نكهة حلوة والتكستشر حقه كده، يعني حيخلي فيه قرمشة في الموضوع. حندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 175. في البداية الفرن حيكون من تحت عشان تسخن، بعدين من فوق عشان تتحمر. وبكده حنكون خلصنا نسوي تشيكن ماك اند تشيز. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. الحلو فيها انه تقدروا تضيفوا لها اي شيء تحبوه، يعني لو ما تفضلوا الدجاج عادي شيلوا الدجاج وسووها زي ما هي من غير دجاج، حتطلع مرة لذيذة. لو تحبوا لحمة حطوا لحمة، لو تحبوا هوت دوغ حطوا هوت دوغ، خضار حطوا خضار، اي شيء يجي على بالكم تقدروا تضيفوا لها. وروني ابداعاتكم وشاركوني صوركم على الانستغرام، واشوفكم فيديو تاني قريب ان شاء الله. بالعافية عليكم مقدما، احبكم جميعا ومع السلامة.